هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وافضل حال. اليوم نزلت لكم طريقة للدجاج ويتمن مالته، طعمه ولا غلطة. والله العظيم بنات كلش طيبة، وراح نعتمد هاي الطريقة بكل وصفات الدجاج والتتبيلة مال الدجاج. فالطعم كلش طيب والتمن كلش طيب، ونثروا حباية بحباية، والنكهات مالته كلها 100 على 100. يعني شنو لازم تجربون هاي الطريقة. وهسه قبل لا أبدي بطريقة العمل، إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. وهسه خلونا نبدي بالطريقة مال التتبيلة مال الدجاج. بالبداية عندي بالخلاط راح أضيف هاي الخضروات اللي عندي: بصل وليمون وفلفل أخضر وطماطة وثوم. راح أضيفهم بالخلاط وأخلي وياهم نص كوب من الماء، وراح أضيف لهم خشبتين كل كبيرة من المعجون الطماطة. أخلطهم بالخلاط كل زين بحيث راح يصيرون كلش مهروسين وناعمين. راح أخلي بكاسة شوية كبيرة نص الخضروات اللي هرسناهم بالخلاط، نص الكمية مالتهم، وأضيف عليهم نص كوب من الخل. وراح أضيف لهم البهارات: ملح وفلفل أسود وكمون وبابريكا وزنجبيل وثوم باودر وكبابة وشوية من الدارسين. راح أنقع الدجاجة أو أتبلها بالتتبيلة اللي حضرناها ليلة كاملة، أو إذا كنتم مستعجلين عليها أقل شي فد 4 ساعات. بعد ما تبلت الدجاجة ليلة كاملة راح أخليها بالصينية مال الشوي أو أي بايركس متوفر عندكم. راح أخلي من التتبيلة اللي حضرناها على الدجاج، وأغطيها بورق الزبدة وأسلفنها بالسيليفون كل زين، وأدخلها للفرن مشتغل من فوق ومن جوا على أقوى درجة حرارة مدة 1.5 ساعة. وحتى أحضر التمن مالتي عندي بالقدر راح أضيف كمية من الزيت وأضيف عليهم باقي الخضروات اللي هرسناهم بالخلاط. أرجع أضيف عليهم خاشوقة كل كبيرة من المعجون ورشة كل زينة من الملح للتمن حتى يتملح. وأحمسهم كل زين وأضيف المي، والمي يكون كلش كافي حتى يستوي التمن. وقبل لا أضيف التمن راح أتركهم يسبكون مدة فد 10 دقائق. وبعد ال10 دقائق وبعد ما تطلع كل ريحة الخضروات بالطبخ راح أضيف التمن يكون غاسلته ومنقعته مدة ساعة ومصفيته من المي مالته. راح أضيفه وأتركه إلى أن ينشف المي، بعدها أتركه يتهدر مدة ربع ساعة. والدجاجة بعد 1.5 ساعة راح أرفع ورق الزبدة والسيليفون من عدها وأرجعها للفرن مدة ربع ساعة حتى تتحمر. بعدها أصب التمن وأضيف عليه الدجاج وأرش عليه رشة من الكرفس والليمون. طعمها كلش طيب وما ينشبع من عدها، كلش طيبة وكلش راح تحبون هاي الطريقة بنات، ومتأكدة راح تعتمدونها دائما تجربونها لأن كلش طيبة وكلش حبيناها. التمن نثرو حباية بحباية وريحته ملت البيت وطعمه كلش طيب، والدجاج دايب ومستوي على الآخر. لازم تجربون هاي الطريقة. واللي هنا بنات انتهى الفيديو، أتمنى يكون عجبكم. لا تنسون إذا أول مرة تزورون قناتي اشتركوا بيها وضغطوا على جرس الإشعارات حتى يوصلكم كل جديد. ولا تنسون تدعموني باللايك وتعليقاتكم الحلوة، وتشاركون الفيديو يا أهلكم ويا أصدقائكم. شكرا حبايب.